adding additional options actually made people worse off. It paralyzed them. It didn't free them because they couldn't decide how to decide. بعض الناس يعتقد أنه كتر الخيارات كويس. كتر الخيارات بخلينا دائما مشتتين. السؤال هنا، هل المشكلة فيك ولا المشكلة في العصر اللي احنا فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا صديق في قناة أركان، حيث لكل ركن كتاب. بص، مبدئيا خلينا نتفق أن الخيارات الكثيرة هتخلينا دايما عاجزين، الخيارات الكتير هتخلينا دايما عاجزين، هتحسسنا دايما اننا هنضيع حاجة احسن، فبالتالي هيحصل لنا شلل في المخ. هتحس انك انت مشلول، مش قادر تاخد قرارات، او يعني هتاخد قرارات انت اصلا مش عايزها، او هتخلي حد يختار لك قرارك. ده كله بسبب ايه؟ بسبب الضغط اللي عليك. يا صديقي، احنا عايشين في عالم ممكن نبقى فيه اي حاجة. تخش مجال انت بتحبه، تبقى صانع محتوى، مبرمج، او تتصور وانت ماسك القهوة وتنزل صورتك على الانستا ولا كأنك من رواد الاعمال. زمان الدنيا كانت بسيطة، تبقى طالع انت عارف عايز ايه، او بتتولد تكبر تشتغل شغلانة ابوك والدنيا ماشية. لكن دلوقتي في ترند جديد، وكل يوم في شيفت كارير، وقدامك مليون فرصة، وكل الناس بتحقق انجازات. مدمن انجازات ولا ايه؟ مدمنين انجازات. وانت يا حبة عيني لسه مش عارف انت مين وفين. يا جماعة، انا فين وانت مين وانا مين؟ باري شوارتز في كتابه بيقول مفارقة الاختيار: كلما زادت الخيارات المتاحة امامنا كلما زاد معاها القلق. بالتالي ده بيخلي عندنا احساس بعدم الرضا، وده بيؤدي الى عدم السعادة. بالبلدي كده، كلما زادت الحاجات قدامك زاد ندمك. يعني ده بيعمل لنا شلل ذهني، مش بيدينا حرية خالص. في حاجة اسمها الندم المتوقع، ودي ببساطة اننا مهما اخترنا احسن حاجة هيفضل عندنا هاجس اننا فوتنا فرصة احسن. لما يكون قدامك 3 اختيارات عكس لما يكون قدامك 30. ده انا و2 بحتار اصلا. دي مفارقة عجيبة، اننا عندنا اعتقاد كلما يكون العدد اكتر هيكون عندنا حرية اكبر. طب وتيجي تقول لي صديق الحقني بعد ما حليت المشكلة دي خايف اختار. عشان انت مستعجل. استنى بس، استنى. احنا بنخاف نختار لاننا عايزين نكون مميزين في كل حاجة، حرفيا مميزين في كل حاجة، وده عمره ما يحصل. اغنياء، رياضيين، مثقفين، ومعانا كل حاجة، وبتصور على الانستا، وعايزين نبقى كل حاجة، وكل ده في نفس الوقت، اللي هو سبحان الله. اقول لك انا داير ابقى مليونير ومثقف ورياضي كمان وعندي بزنس، كله في نفس الوقت. يا زول، انت جاي تقدم في مارفل ولا شنو؟ يا صديقي، انت لازم تتقبل انك انت هتسيب حاجة وراك، ودي حلها انك تقلل خيارات. يعني ببساطة حدد لك اختيارين او 3 بس، واختبرهم لمدة شهر، وهتلاقي نتائج مذهلة، منها تكون عرفت نفسك على الاقل. صديق، عايز تلخيص للكلام ده كله؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. بدل ما تضيع وقتك في المقارنات كل مرة، ركز على حاجة ودوس فيها. تذكر دائما أن كلمة لو تخدر عقلك وتفتح عمل الشيطان. اكتب في التعليقات تحت امتى اخر مرة كان قدامك اختيارات كتيرة وعرفتش تختار، او خفت انك انت تختار. وده كان اول فيديو من سلسلة هتكون بتتكلم عن ليه احنا بنبقى تايهين او حتى عاجزين، وممكن نكون عارفين الطريق ومش بنتحرك. مش لازم تستنى الاشارة الكونية، مش لازم يكون عندك الخطة المثالية، بس لازم تبدأ. وتذكر دائما ان هذا الوقت سيمر، يعني كل الدنيا هتعدي، يعني كل حاجة بتعدي. وبكده نكون بدأنا رحلتنا نحو القمة. وتذكر دائما حيثما أنبتك الله أزهر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورق ورق ورق. Come on man, it's not big deal. وهتلاقي نتائج هتلاقي نتائج مذهلة. واو.